السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل صحة فطوركم وصحة رمضانكم. فيديو آخر من فيديوهات حلويات العيد. اليوم راح نقدم لكم حلوى بسيطة سهلة. خدمتها معكم شحال من مرة، تجي هشيشة والبنة تاعها كيما البنيون تجي. شوفوا معايا المقادير ومن بعد نزيد نكمل لكم أكثر تفاصيل عليها. شوفوا عندي الزبده دوكا نديرها، عندي الزيت، المايزينا، الزيت والسكر غلاس، الكاكاو والكاوكاو. كيما راكم تشوفوا فيا سجلت ولقيت روحي مانيش نسجل كاع في الهضره، لقيت روحي نهضر وحدي ونشرح وحدي. المهم اني عاودت لكم باش نكمل معكم المقادير. عندي 250 غرام تاع زبده مارغرين، اكيد استعملت لابيل، وانا الحقيقه انا موالفه نستعمل فلوريال. هاد المره جابوا لي كي بعثت الدراري يشراو جابوا لي لابيل، قلت معليش نستعملها. تالمون شفت الناس يشكروا فيها، معليش. المهم راح ندير كامل المقادير ضربه واحده. ندير الزبده والسكر، البيض، الزيت، الكاكاو، كامل ضربه واحده. الا كنتي راح تستعملي يدك تقدري تستعملي يدك. انا قبل ما نشري البيتخا كنت نستعمل يدي في جميع الانواع تاع الحلويات. ديري الزبده مع السكر غلاس هما الاولين، ومن بعد تبداي تزيدي المقادير الاخرين. اما الا كنتي راح ديري في البيترا اكيد راح ديري كامل المقادير ضربه واحده، وما شاء الله عليها تعاونك، الله يبارك، تخرج لك العجينه الله الله. استعملي الكا في البيترا كيما درت 250 غرام تاع الزبده، ودرت كاس معمر تاع السكر غلاس راكم تشوفوا. هنايا زوج صفار وبيضه كامله، زوج صفار وبيضه كامله. هنا درت حلوة ترك، شريت غير 100 غرام وما درتهاش كامله. الكاكاو يبننها، الكاوكاو يبننها، حلوة الترك تبننها. اي حاجه نضيفوها في هذا الكاطو راح يجي كاطو بنين. الكاس تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق، من الافضل ما نرحوش خشين. وهنا كاس تاع الكاكاو، نصف كاس تاع كاكاو بني من النوعيه الجيده. عندكم تستعملوا الاسود، اصلا الاسود ما تشروهش كاع، ماشي كاع نوعيه مليحه. وهنايا 2 ملاعق تاع عسل. انا عندي واحد العسل تاع الخارج، ماشي عسل حر بصح كيما العسيلات تاعنا. 2 ملاعق. ما تقوليش هذيك الحاجه ما عنديش نستغنى عليها، صح هي تمدوق مليح، بصح كاين حاجات فريمون نقدروا نستغناو عليهم. شفتوا انا درنا كامل المقادير وحطيتهم يدوروا في البيتر. كما قلت لكم استعملت الكا، ميم با 5 دقائق كان طلع مليح الخليط تاعي وتمازجوا كاع المكونات. درت هنايا لافاغين ودرت علبه تاع خميره الحلويات كما شفتوا. خلوا العجينه تاعكم طريه خاطر راح نستعملوها في المول. في المول هذاك تاع الكعكات تاع 8 حبات، باش كان تستعملوا المول تاع 6. المول تاع 6 كبير. هنا يا وليدي شوفوا بسم الله ما شاء الله، كان قاعد قدامي يلعب، ومنين ذاك يقول لي حطيته في الكرسي تاعو باش ما يتحركش حتى لقيته رقد. هذا اول ظهور مع الرياض في القناة. هنايا بديت نشكل، ما سي با لابين نخلو العجينه تاعنا تريح، ماشي عجينه اللي لازم تريح. وبديت نديرها في ليمون. كي نديروها طيب راح طيب لنا 20 دقيقه على 180 درجه، مرات اقل. نفتحوا الباب تاع الفرن نخلوه يبرد شويه الا كان سخون. شوفوا وتقلبوها بهذه الطريقه. الكاطو تاعكم ديروا الوجه تاعو هو على سنيوه. طاب لي الكاطو تاعي خليته برد، خرج لي واحد 42 قطعه وكبار ما شاء الله. وراح نقلاسيه.
استعملت شوكولا تاع دادا، شوكولا دادا بالحليب، نقطعها مليح، لازم نقطعوها قطع صغار باش نذوبوها باش تسرع لنا العمليه تاع الذوبان. وخدمت سيرو تاع 2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر، خليته غلا مليح. وراح ندير له هنايا راح ندير له مغرفه كبيره تاع قهوه. القهوه هذه اللي عندي قهوه اون بودر، راكم تعرفوها كامل، شغل نيسكافي، باش يطلق لي البنه تاع القهوه. شوفوا شمختو مليح مليح، نتوما تشوفوها داخله وخارجه، لكن كي راه صاب ليه يشرب. وراح هذه العمليه مليحه، خاطر جربت هذا الكاطو بالسيغو هذا مشرب، وجربته ناشف. حقيقه كي يكون بالسيغو معسل شويه ولا مشرب شويه احسن بكثير انه يكون ناشف. حقيقه الناشف ما يفوتلكش تعودي تاكلي فيه. ها هي الشوكولا تاعي ذوبتها، ما دلاتليش وقت طويل وهي تذوب. اكيد كامل تعرفوا كيفاش تذوبوا الشوكولا، ما لازمش يكون الاناء ملامس للماء. كي نديروها اون بان ماغي 4 ملاعق تاع زيت زدتهم وما تخافوش. وهنايا زدت كاوكاو محمص ومرحي شويه خشين. وراح نبدا نقلاصي الحبات توعي اللي قدروا لي. في الليل طيبت الكاطو، طيبت هذا وطيبت سابلي وطيبت نوع واحد اخر، طيبت تشارك على يومين. واليوم راح نبدا ندير الديكور. جاني الكاوكاو هذاك حسيته ما بانش كي درتو كلاصاج فيريرو، حسيته ناقص ما فيهش بزاف. رحت زدت 2 ملاعق واحد اخرين وراني نقلاصي. ليه كملت الكميه اللي عندي، قلت لكم 42 حبه، ليه كملتها، ما داتش مني 10 دقائق. ومكاتل كان الحال بارد ثاني، ليه نشفت لي. هاي النتيجه تاعي، جا كاطو هايل وبنين لمحبي الشوكولا. لكن من الافضل انكم تقطروا الحبات فوق اون. انا كي حوست على تاعي ما لقيتهاش، سلفتها ولا وضرتها. انا عندي شحال ما خدمتش كونتيتي من العيد اللي فات الكبير. هذا هو رياض راه يذوق لي في الكاطو. ان شاء الله تجربوا الحلوى تاعي. ها هي وراها النتيجه. حبيتش ندير فيه طبسي ونشبح لكم هنايا ديريكتومون، راني ندير فيها في البورت مونجي باش نوريها لكم، باش نستحفظ فيها. اكيد اللي نستحفظ بها اكيد للعيد، وما تكونش ناشفه وما تكوشيهاش الغبار. الى اللقاء في فيديو اخر.